امبارح احد مرشحي رئاسة الجمهورية مش عارف مصر استقلت سنة كام، ورغم ذلك فوجئت بناس داخله على الفيسبوك وهي يعني ده راجل محترم، راجل متدين. طب وعلى عيني وراسي، هو متدين ده مش يبقى متعلم ومثقف؟ شويه توجهات عامه كده. لا والله كان له رؤيه هايله. انا احب اسمع منك هذا. فيعني ارجوك بس السؤال الاول ثم السؤال الثاني. السؤال الاول خاص برؤيتك ليه طيب. التاريخ المعاصر، علشان انا كده مش ضيوف الاخرين وقتهم ضيق جدا. بس لا انا طلبت في تفاصيل. هو الموضوع عريض طبعا، احنا بقى ساعتين. لا هقيم تاريخ مصر في دقائق. اتفضلي اتفضلي. في دقيقتين. في دقيقتين. لا مش تقييم. لا يعني هو مش تاريخ تقييم مصر في دقيقتين. لا عبد الناصر والسادات ومبارك والملك فاروق. لا انا عايز رؤيتك العامه شايفها طيب ازاي؟ انا هحاول بس طبعا ده مش يعني انا الحقيقه، ولازم حضرتك تقدر لو تكرمت، وخصوصا بقى ان اتضح ان في صله بيني وبين حضرتك، انه انا بالعكس انا اللي عايز اوضح اكتر. يعني انا مش بحاول اسيب السؤال ده، نفسي اوضح اجابته بصوره على الاقل. انا رايي انه تاريخ مصر الحديث استقلت سنه 36. مصر استقلت قبل كده يا فندم. انت حضرتك انت مش بتسالني انت ترشح نفسك لرئاسه جمهوريه مصر، بسالك متى استقلت مصر. انا مش هجاوب. ما انا قلت لحضرتك انا مش هجاوب اسئله، انا بكلم حضرتك عن رؤيه لتاريخ مصر. انت بتقول لي رؤيتك بسيط خالص. انما لو ما هو انا عشان كده متى اصبحت مصر دوله مستقله وعضو في عصبه الامم؟ ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك انا مش هجاوبك. انا واضح في هذا. طيب. يعني انا ارفض انه مبدا زي ما الاسئله، واشكر الاستاذ هاني طبعا ان هو انا مش في مقام انه حضرتك بتوجه اسئله وانا بجاوب. احنا لانه ده شيء غير، اقول لحضرتك بوضوح، اقول لحضرتك بوضوح غير لائق، وطبعا ما يصحش اصلا ان انا اقول كده كمان. اصلا غير لائق بمناقشه ثقافيه انها تتحول كما لو كانت كده. لان لو حضرتك سالتني وانا سالتك بهذا القصد، احنا بنحط كتير من المستوى الثقافي لان احنا نتكلم بصوره ثقافيه بين اتنين بيتكلموا. 'انت بتقول لي اديني رؤيتك لتاريخ مصر بالكامل. انا لما اجي النهارده واقول ان مصر مثلا سنه 1919 كان ايه، وسنه 22 حصل ايه اللي حضرتك عايز تعرفها مني دي، وسنه 22 حصل ايه اللي حضرتك عايز تعرفها مني دي، وسنه 23 كان الدستور. ما انا استطيع ان انا اعطيك تواريخ، انما ليست المساله هكذا. لا خلاص اشكرك. اذا كنت عايز تقييم 19 كان ايه، وسنه 22 حصل ايه اللي حضرتك عايز تعرفها مني دي، وسنه 23 كان الدستور. ما انا استطيع ان انا اعطيك تواريخ، انما ليست المساله هكذا. لا خلاص اشكرك. اذا كنت عايز تقييم. امبارح احد مرشحي رئاسة الجمهورية مش عارف مصر استقلت سنة كام، ورغم ذلك فوجئت بناس داخله على الفيسبوك وهي يعني ده راجل محترم، راجل متدين. طب وعلى عيني وراسي، هو متدين ده مش يبقى متعلم ومثقف؟